بابل 2000 سنة قبل الميلاد. الأرض كاملة كانت محكومة من واحد الملك جبار. الأرض كلها بكل بساطة كان كترعد من سميتو. قصور وجيوش عظيمة وسلطة امتدت أرجاء الكرة الأرضية كاملة. السلطة اللي خلات يقول للناس بالحرف أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله. من درجة التجبر اللي وصل لها الناس كانت كتشوفو كائن خالد ما كيتهزمش. ولكن وفي كل قصة كاينة ولكن. في واحد الليلة هادئة الأمور كانت تمام وقعد واحد الحاجة صغيرة غتبدل المصير ديال النمرود. ماشي بحرب وماشي بقاتل مأجور وماشي بتبسم قاتل والو، بعوضة صغيرة كتدور في الهواء أبصر من أنك تشوفها بعينك المجردة. قربت منه بسهولة ودخلت النيفو ومن ثم بدا المصير الأسود ديال هذا الملك. العالم اللي عالم منه النمرود كان مرعب لدرجة أنه كان كيفصل الحاشية ديالو باش يضربوه على راسه غير باش يخفف من شدة الألم. ومع توالي الأيام سقط الجبروت ماشي أمام جيش وإنما أمام بعوضة صغيرة أرسلها الله سبحانه وتعالى ليه باش تبين ليه بأن أصغر كائنات الله يقدر يساليو الجبروت ديالو. هاد القصة كثير منا عارفها وكتبان غريبة نوعا ما ولكن كتخليك تسول راسك واش حنا فعلا البشر هو المحور ديال هذا الكون ولا كاينين مخلوقات صغيرة حنا أصلا ما فاهمينش القوة ديالها في أي لحظة مديرين القلاب وتهلكنا كاملين. مرحبا بكم في عالم الحشرات. دابا انت غالبا في اللحظه اللي كتفرج فيها دابا غتكون جالس في بيتك واش كيسحب لك بلي كاع ديك الوشواش اللي كتسمع قريبه لك دابا غير تهيؤات. الحقيقه اللي غتخليك ما غاديش تنعس هذه الليله هي اننا عايشين في واحد العالم ماشي حنايا اللي حاكمينه نهائيا وحنا كنعتبروا غير ضياف عندهم. الهضره على الحشرات، هي الحشرات المنظومه الخفيه اللي كتشوفني وكتشوفك وجبه محتمله عندها سيستم معقد. وإلا كنتي كيسحب لك بلي حنا البشر هما اللي مسيطرين على الارض بالشركات ولا بالاختراعات ولا بالدبابات ولا بالدمياطي راك غلط بزاف. دابا اللي تحتاج ليه كاين جيش كامل منظم وكيتواصل بشفرات كيميائيه وعنده قدره باش يمسح البشريه في رمشه عين. واش كنقول لك هادشي راه ماشي تصعيد في المشهد راني كنعنيها ديال بصح. اليوم غنهضروا على الحكام الحقيقيين لهذا الكوكب ونهضروا بلغه الارقام اللي ما كتكذبش. واش كتعرف بلي مقابل كل انسان على كوكب الارض كاين 200 مليون حشره؟ يعني لو وقعت حرب بين البشر وبين الحشرات فراه حنا ملوكين لا محاله. يعني حنا غالبا محاصرين بين جيش ما بينش لينا. وغنمل على سبيل المثال الا قرر انه يدير انقلاب على البشر راه الوزن ديال النمل كامل اكثر من الوزن ديال البشريه جمعاء. الوزن ديال النمل كامل اكثر من البشريه جمعاء. تمعن في هذيك الماء مزيان. المشكل ماشي غير في العدد وانما في الذكاء الجماعي. شوف النمل كيفاش كيبني مدن كامله تحت الارض بانظمه تهويه وتبريد وبالكليمه داكشي في اي بي. وشوف معايا النحل كيفاش كيسير منظومه غذائيه عالميه. الا مات النحل حتى حنا غنموتوا غنموتوا بالجوع ظرف 4 سنوات فقط. واش عارف بلي كاينين سلالات ديال النمل كيديروا الاستعباد ولا الرقيق ولا العبيد كيهجموا على مستعمرات اخرى كيقتلوا الملكه كياخذوا معاهم البيض وفاش كيكبر داك النمل اللي كاين في داك البيض كيرجعوهم عبيد يخدموا عليهم. هاد العجب كامل راه دار قبل ما يعرف البشر معنى الحروب اصلا. الا سولتك شنو هي اقدم حاجه على كوكب الارض نقدر نمشي بالك الديناصورات الانسان ولا شي مخلوقات نقدروا نكونوا عصرنا ولا كانوا قدام ونقارضوا. ولكن الجواب اغربنا هادشي بكثير. الحشرات الصرصور ولا النمله ولا النحله اللي كدور حداك دابا هما الاعرق والاقدم قدم منا بملايين السنين. وتخيل معايا بلي حتى قبل من الديناصورات كانوا الحشرات كطير وكتعيش فوق هاد الارض. فراه العلماء كيرجحوا بان اول حشره بان قبل 400 مليون سنه في واحد الزمن اللي كان كلشي مختلف. لا حضارات لا اشجار كما كنشوفوها اليوم لا حياه كما كنعيشوها حنايا. وتخيل معايا بلي الصرصور ولا النمله لازم كوارث طبيعيه الديناصورات عباد الله بداك الحجم ما قدروش يصبروا ليها. سرق الزيت تقدر تلقاه دابا في بيتك كيدور دازت عليهم مرور الكرام. اش منك يا براكين وعصور جليديه حتى منا يا زيك صوروا منهم والو. بطبيعه الحال ماشي حيت هما كائنات خارقه ولكن حيت الله سبحانه وتعالى دار فيهم واحد المنظومه ديال العيش اللي معقده ديال بصح. على سبيل المثال من بين ملايين الناس الا سولتك شنو هي الحشره اللي كتخاف منها وهذا السؤال موجه خصوصا للبنات غيقولوا لك سراق الزيت. سراق الزيت ماشي مجرد حشره هو تجربه مرعبه بالنسبه للبشر. دخلتي الدوش تلقاه في الكوزينه تلقاه في بيت نعاسك تلقاه وحتى وانت كتفرج فيا دابا في هذا الفيديو تقدر تلقاه كيتفرج معاك. فراه الدراسات كتقول بلي 63% من الطيور اللي كاينين في العالم فيهم سراق الزيت. وللاسف القدرات ديال سراق الزيت خلاته يكون كائن لا يقهر. عيا ما تخبط فيه والله انا مات ليك. قربت من واحد التجربه داروا على سراق الزيت استمرت 3 ديال الشهور. هاد التجربه داروها علماء في جامعه بوردو. شدوا مجموعه من الصراصير وحطوهم في واحد العلبه كبيره ومكشوفه استخدموا فيها مجموعه من المبيدات الحشريه باش يصفيوها الصراصير. ومن بعد ما تزت 3 شهور ديال العذاب والكرفي وما كيرشوا فيهم ديك المبيدات لقاو العدد هو تخيل معايا بلي 3 شهور وما كيرشوا فيهم السموم وحتى واحد فيهم ما ماتش. انت كيفاش داروا ليها هادشي كامل
حتى الصراصير عندها في الداخل ديالها جهاز تطوير مقاوم للمبيدات. على سبيل المثال باش نفهمك بلا ما تدوخش، حسبني انا دابا اللي كتفرج فيا سراق الزيت ياك، جبتي مبيد حشري باغي تقتلني، رشيتي عليا وفي ديك اللحظه بديت كنتركل وكان حدايا واحد الصرصور اخر. هذاك الصرصور فاش هيهرب ولكن المبيد باش رشيتيني معاه ما يصور منه والو، شنو كيمشي يجي كيدير مقاومه ضد داك المبيد باش رشيتيه في الاول اللي قتلني انا وهو هرب منه. فكتمشي تجيب دوره وكتلقى نفس الصرصور كيدور حداك، كتهز ليه داك المبيد وكترشو به، كدير فيه هكا كتلقاه كيضحك وكيتكسل زعما اسي دبر لك عشي مبيد اخر. هذا راه ما غيصور مني حتى حاجه، واصلا راه هادشي عادي جدا حتى السراق الزيت كبر مني ومنك. اي يا سيدي هاد الحشره اللي الا شتيها كتقفز الزرين من بلاصتك عاش في الارض قبل 300 مليون سنه. تخيل معايا 300 مليون سنه وهاد الحشره كاينه على كوكب الارض وتجي انت تقتلها بالرشاشه. تسير صاحبي، شفت قارات كتفرقع وحيوانات كتجي وكتنقرض، واش منك يا براكين ونيازك؟ وسير دابا لك وزينه وتلقى كيتسارى ليك فيها ومهووس بالدنيا صاحبي، مهووس بالدنيا ما بغاش يتفك معنا والو. ونزيدك معلومه اخرى صادمه، الا حبستي النفس 2 دقائق ولا 3 دقائق غتحس براسك باغي تفرقع صافي الموت جايك ابن عمي. تخيل معايا بلي الصاصور غيقول لك اعطيني 40 دقيقه حبس فيها عليا النفس، دوز 40 دقيقه ويجي عندك صحه سلام بحال ما وقع ليه حتى حاجه. علاش الطريقه باش كيتنفس هو ماشي هي الطريقه باش كنتنفسوا حنايا. يقدر يسد الفتحات التنفسيه ديالو لمده طويله وما يوقع ليه حتى حاجه، تلقى حي يرزق كيدور عادي جدا وغرقوا وما يوقع ليه والو. ولا عرفتي شنو، طير له الراس كاع ونتهناو منه بمره. وبغيت نصدمك ونقول لك بلي واخا طير ليه راسو ما غيموتش، والله ما غيموت بالله، قطع ليه راسو ويبقى ايام غادي كيتمشى حداك عادي بحال ما وقع حتى حاجه، حيت الدماغ ديالو ماشي هو اللي متحكم في الكور ديالو كامل، يعني البقيه ديال الجسم ديالو تقدر تسال تقدر تخدم عادي جدا. ومن بعد ايام الا مات راه كيموتها بسبب الجوع، حيت قطعتي ليه راسو ما خليتيهش باش ياكل اصاحبي. هو والو مهووس بالدنيا كنقول لك، خونا هذا ما يقدرش عليه على اللي خلقو، خليه على جنب. تخيل معايا بلي هذا غير نوع واحد من الحشرات وشنو قادر يدير فينا حنا كبشر. واش عارف بلي حشره صغيره بزاف كتقتل اكثر من اي حيوان اخر في العالم وحتى اكثر من الحروب في بعض السنوات. البعوضه بوحدها مسؤوله على مئات الالاف ديال الوفيات كل عام. هي كما سمعتي البعوضه ديك الناموسه اللي النهار وما طالو هي كدور لك حدا ودنيك. الارقام فعلا صادمه، فراه حسب منظمه الصحه البعوضه كتساهم في انتقال مجموعه من الامراض اللي كتؤدي بالصاحب ديالها للموت. على سبيل المثال الملاريا اللي كتقتل ما بين 600 حتى 700 الف شخص في العام الواحد. وماشي غير البعوض، تخيل معايا قرصه صغيره من دبانه تقدر تدخل لك طفيلي كينعس الدماغ ديالك حتى نهار تموت وانت مازال عايش. هذا هو مرض النوم، غنسميه يبان لك العربون، والمسبب الرئيسي ديالو هو دبانه التيتسي. يا ربي نكون دقتها صحيحه. المهم هذه هي السميه ديالها، انا ما عندي ما ندير لكم. هاد الدبانه كتنقل الجسم ديال الانسان طفيلي صغير سميتو ترايبانوزوما، وهادشي كامل غير من العضه، كتسبب لك اعراض اللي خطيره ديالها بصح. في الاول كتبدا بالسخانه، صداع والم جسدي. الاغلبيه ديال الناس في الاول كتحسب بلي مرضى عاديه غدوز مع الايام، ومن بعد داك الطفيلي اللي كان لك في يديك ولا في رجليك كيبقى غادي في الكور ديالك حتى كيوصل للدماغ، ولا مشى توصل للدماغ يهزك الماء حبيبي، كيضرب لك الجهاز العصبي وكيدخلك في نوم عميق ولا بالاحرى نقولوا غيبوبه اللي كتدوم ايام وايام. ومع الوقت غالبا المصاب كيموت، حيت راه صافي الجهاز العصبي ديالك توفى، ما بقاش لك باش تعيش. هادشي اللي عطا الله، وإلا بان لك هادشي مرعب جاي تسمع الرعب الحقيقي. تخيل معايا الوهله، ارض خضراء، الفلاحين خدامين والامور مزدهره، وفجاه في السماء كتشوف واحد السحابه غريبه جايه لجهتك، وفاش كتقرب ليك كتاكد بلي هذيك ماشي سحابه وانما هو سرب كبير من الجراد، ماشي بالالاف وماشي بالملايين، بالمليارات. هاد الجراد هبطوا على هذوك المحاصيل كلاهم بحال ما عمرهم كانوا. فرا حسب الدراسات في كل كيلومتر مربع كتكون حوالي 80 مليون جراده، يعني الدوبل ديال السكان ديال المغرب فوا جوج، وهادشي كامل كل كيلومتر مربع. في نهار واحد يقدروا ياكلوا الطعام اللي غيكفي 35 الف انسان، ما كاين غاش حط والهي مريد الجوع اصاحبي. الا جاو لك انت الساندويتش باش كتغدى ما غيبقاش بين يديك والهي فليف. الله يستر وصافي. هادشي راه ماشي فيلم ولا كندخل في المشهد باش بقى تفرج فيا، وانما هادشي راه واقع وشهدوه الناس ما مره ما جوج. على سبيل المثال في كينيا ما بين 2019 و 2021 كانت هذه وحده من اسوء الاجتياحات اللي دارت في 70 سنه. الجراد دخل حتى المزارع الكبيره وصفت المحاصيل الصفر في بعض المناطق، وحتى في اثيوبيا. فراه في بعض القرى الجراد كلا كلشي حرفيا كلشي، ما خلى لهم حتى حاجه. وحتى في باكستان والهند ما بين سنه 2019 و 2020 تخيل معايا بلي الجراد مشى من افريقيا وصل حتى لآسيا وسبب تهديد كبير للامن الغذائي ديال هاد الدول. تخيل معايا بلي اكثر من 170 الف كيلومتر مربع ديال الاراضي تضررات ووالو بحر ما خلاو فيها ما يصلح. الملايين ديال المحاصيل وكان هنا. وبطبيعه الحال ما يمكنش ندير فيديو على الحشرات بلا ما نجبدو السيره ديال النمل.
النمل مذكور في القران اصاحبي، ما خصناش نخليوه حتى هو. النمل كيتعتبر واحد من اذكى الحشرات اللي تقدر تشوفهم عينيك، داير مجتمع تحت الارض بحالنا حتى حنايا. وباش نشوكيك، الانسان ماشي هو اول مخلوق اخترع الزراعه ولا تربيه الماشيه، والنمل النمل حاليا كيعيش في اعقد الانظمه في العالم كامل، في مستعمره دايره بحال المدن، فيها ملكه اللي حاكمه الجيش كامل، هي اللي كتبيض وهي القلب النابض ديال المستعمره. تقدر تعيش حتى 30 عام وعادي عندها داكشي. بطبيعه الحال لا ما حفرش على شي انسان وصيفطها للبرزخ. شي انسان فين ما كان شي حاجه زوينه بحال هكا كيدخل وكيخربها صاحبي. مجنون كائن على وجه الكره الارضيه. المستعمره فيها ايضا عمال كيخرجوا يجيبوا الاكل من على برا. داك الصف ديال ملي كتلقى دايز قدام رجليك وكتبقى تحبسهم برجليك زعما ممنوع المرور، هادوك هما عمال. كتعرق لهم الخدمه ديالهم صاحبي. دير عقلك ودير عقلك، كيبنيو نفق وكيبقاو يخدموا طول النهار، ما كينهالكر فيها بن عمي. وكاين بطبيعه الحال الجنود اللي كيدافعوا على المستعمره، اللي عندهم فكوك قويه، اللي لا مشاو تعضوا سلام الله عليكم من الحريقه بن عمي. المعلومه الصادمه هو انني من يقدر يزيد اشياء ثقل من الوزن ديالو ب50 ضعف. وبعض الانواع فيهم كيديروا حروب بين المستعمرات، عندهم داك الشيء عادي جدا ان مستعمره تجي من واحد البلاد ومستعمره خارجه من بلاد اخرى ويدالزوا تحت الارض. شايف كابونيا ما كان عاطيني نعطي، راه الشيء عادي جدا. راه العدد ديالهم في العالم كيتقدر بملايين المليارات. يكفيك انهم كيشكلوا 20% من كتله الحيوانات على وجه كوكب الارض. دابا من هادشي كامل عطيتكم انواع قليله من الحيوانات وعطيتكم شنو يقدروا يديروا، ولكن بلاتي الانسان اللي مقارب من هذا العالم شنو يقدر يوقع؟ بغيت نقول لك بلي ما غيوقع والو، حرفيا ما غيوقع والو عادي. بالعكس الارض ديالنا غتزيد تزدهر. شنو زايدين لهاد الارض حنا كاع بالسلامه من غير الحروب والدمار. خلينا في هذا الكوكب ما يصلح والو، عكس الحشرات اللي لا مشاو تنقرضوا. الكره الارضيه حرفيا غتبلبل وغترونا صاحبي، وحتى حنايا غنتبعوا في الانقراض. وهذا عليا واش هاد البلان. بغيت نصدقك ونقول لك بلي الا الحشرات انقرضوا في العالم كامل غيكون واحد الزلزال بيئي اللي خطير ديار بصح. حيت الحشرات اللي كيبانوا صغيره ماشي غير كائنات مزعجه، وانما هما الساس ديال النظام البيئي. فاول حاجه غتوقع من بعد الانقراض ديالهم هو اختلال كبير في السلسله الغذائيه ديال باقي الحيوانات، بحال الطيور والضفادع والسحالي وحتى بعض الثدييات اللي الغذاء ديالهم كيعتمد بشكل كبير على الحشرات، اللي الا مشاو تختفوا بزاف ديال الحيوانات غادي يموتوا بالجوع. وباش غينقرضوا هذيك الحيوانات غتاثر السلسله الغذائيه. يعني تخيل معايا بانقراض الحشره غتجمع الحيوانات كاملين وغينقرضوا. ثاني حاجه هي النباتات والفلاحه. ترى الحشرات بحال النحل والفراشات هما اهم الملقحات لهادشي اللي كناكلو حنا دابا. بلا بيهم بزاف ديال النباتات ما غاديش تقدر تنتج الفواكه والخضر. يعني لا التفاح لا اللوز لا الخضره الانتاج ديالهم في العالم غادي يسقط بشكل كارثي. وهنا غادي نكونوا امام ازمه غذائيه اللي كبيره ديال بصح، القحط والجوع. حتى داك الزبل اللي كتلوحو في البركه حاشاك. فرا الحشرات بحال الخنافس واليرقات هما اللي كيساهموا باش يحيوا، وهما اللي كيساهموا في تفكيك الجثث. الا مشاو تنقرضوا الكره الارضيه غادي تخناس وغتعمر بالمواد العضويه، وهذا الشيء بطبيعه الحال غيسبب للانسان مشكل صحي اللي كبير. وحتى من الارض اللي كتمشيو عليها التربه براسها غادي تاثر. فرا بعض الحشرات كيقلبوا التربه وكيخليوها خصبه صالحه للزراعه، وبلا بهم الارض غادي تكون فقيره ما تقدرش تنبت النباتات. بكل بساطه ان هادشي كامل واخا الحشرات كيبانو شي حاجه اللي بسيطه وما عندهمش دور في هذه الحياه، فراه هما العمود السري ديال هذا كوكب الارض. الانقراض ديالهم ماشي غير فقدان ديال واحد النوع من انواع الحياه، وانما فقدان الحياه في الارض اكملها. حتى لهنا نكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. كان معكم خوكم كمال، وتلقاو ان شاء الله الاسبوع الجاي في فيديو جديد. تهلاو الدراري.